حلقة جديدة من حذر فكر. 30 سؤال في 30 يوم ورا بعض ب30 إجابة. معانا فريقين، كل فريق بيسعى للإجابة الصحيحة. عندي الوعد والعهد. موسى. ليه قلت الإجابة دي من الأول على طول؟ الوعد، أرض الموعد. أرض الموعد. احنا بنحاول نلزق أي حاجة أي حاجة. للأسف نجرب تاني. نسمع الآخر. كنت حجر بسيط لكن بقيت مقدس. تحول بقى الحجر ده انت دوستي ولا ما كنتش قصدك؟ لا دوست اللي هو 10 وصايا. قلبك من فكرك حب الرب الإله. اللي هو حجر لو حي، اللي هو لو حي الشريعة قصدك على دول؟ أيوه هم دول. ممكن، بس عهد ووعد فين؟ محاولة جيدة عشان حجر. برافو. هنا بيحاولوا كتير، انتوا لسه ما حاولتوش خالص. جايين على طول. احنا جايين. هتجيبوه على طول. طيب، كأني كنت شارع للملايكة رايحة وجاي. اتفضلي هنا الأول. السلم اللي شافه يعقوب. ايه السلم اللي شافه يعقوب؟ اللي هو كان فيه ملايكة نازلة وطالعة. مفيش إجابة كده واضحة. عندكم إجابة واضحة هنا؟ إجابة واضحة. بيت إيل إجابة صحيحة. برافو. كلنا بنبقى عارفين السلم والحلم ويعقوب والملايكة طالعة ونازلة. لما كان رايح فين يعقوب؟ حد فاكر؟ لا، رايح يهرب لا، عند خاله. رايح عند خاله لبان يهرب. رايح عند خاله لبان. كان هربان منين؟ من عيسو. لأنه عمل إيه؟ سرق من عيسو البكورية. وإيه تاني؟ وهي ده اللي خليه يهرب. البركة. برافو. سرق من عيسو البركة لما ضحك على باباه وعمل فيها عيسو. أكل باباه وباباه باركه، فمامته قالت له لازم تهرب تروح عند خالك لبان وتعيش هناك. يعني أنا مبسوط جدا بالحلقة النهاردة، كان فيها معلومات كتير متبادلة. انتوا الاتنين برضو يعني من غير ما تقصدوا بتساعدوا بعض. بس دايما احنا بنفتكر السلم والملائكة، مش بنفتكر بيت إيل. فنحاول بعد كده لما نقرأ كتاب مقدس نحاول نفتكر الحاجات دي، حتى لو نشيلها في نوت على جنب ونراجعها كتير. بس برافو ليكم انتوا الاتنين. عايز اديكم سقفة كبيرة قوي قوي، ونشوفكم في حلقة جديدة من حذر فكر.